ده كان فطارنا امبارح في رمضان. كل سنه وانتم طيبين وبخير. انا امبارح ما كنتش فاضيه خالص، عايزه اقول لكم انا قمت قبل الفطار ما فيش نص ساعه عملت الاكل ده، سريع وبياخدش وقت خالص. عملت هنا مكرونه، حطيت ميه وحطيت فيها شويه ملح، لما غليت نزلت المكرونه استوت، بعد كده صفيتها. اهم حاجه طبعا في المكرونه الصلصه بتاعتها، لازم يبقى طعمها جميل. انا مقطعه بصل كده او بشوريه مش هتفرق، ونزلت عليه بمعلقه توم. اما يحمر بقى معاكي كده بالشكل ده ننزل عليه بالطماطم. تمام، ونزلت هنا بقى بملح وفلفل وكمون ومكعب ماجي. مكعب الماجي هنا بيدي لصلصه المكرونه طعم جميل قوي، وطبعا على حسب رغبتك طبعا. اللقطه بتاعته ما اتصورتش معانا. انا عملت امبارح كبده بقى ومكرونه وشيبسي، الاكل ما خدش اي وقت. قطعت الشيبسي يا جماعه لازم تبقى في البيت، هي رخيصه مش مستاهله، بس بتدي يعني تعملي بيها على طول، متاخدش معاكي وقت. هنا بقى الكبده بتاعتنا اهم حاجه. الكبده لازم طبعا ما تبقاش زفره معاكي، عشان ما تبقاش زفره اعمليها بالطريقه دي، طريقه جميله جدا، عمرها ما هتبقى زفره معاكي، مستورده بلدي مش هتفرق. عندك دوش بقى، عندك ليا، قطعيه بقى ونزليه على شويه زيت بالشكل ده، ويا دوبك قلبي دقيقه واحده، وانزلي بالثوم. والكبده هنا تنزلي نصها الاول، يعني شويه شويه، عشان ما تنزلش ميتها، ميتها لو نزلت او الدم بتاعها لو نزل هو اللي بيعمل زفاره. تمام كده، خد لون كده النص الاولاني اللي انا نزلته، هبتدي بقى انزل بالنص التاني. لازم الخطوات ديت يا جماعه عشان الكبده ما تبقاش زفره معاكم. هنا الجزء التاني برضو لما ياخد لون كده ندخلهم على بعض، والنار تبقى عاليه. تمام كده. اول بقى ما اللون الاحمر بتاع الكبده كله يروح كده نبتدي ننزل بالتوابل. انا هنا هنزل الاول بنص ليمونه كده هعصرها عليها. الليمونه مش عشان الزفاره بس، الليمونه عشان بتدي قيمه غذائيه للكبده، تخلي جسمك يمتص الحديد اللي في الكبده. وانزل بقى بملح وفلفل وكمون، وكتر الكمون شويه كده، وفلفل الوان، والف هنا على قلوبكم. هو ده الاكل كان بتاعنا امبارح، اكل سهل وسريع في نفس الوقت. وعملت جنبه بقى صينيه كنافه كده في السريع، بس الوقت ما كفاش ان انا اصور عامله بقى سندوتشات فينو كتير وكده، فيا دوبك عملت بقى كده. وعملت جنبها كنافه، الكنافه حتى لسه ما اتصورتش اهي. كل سنه وانتم طيبين وبخير. الكنافه هنا احمرت شويه بس طعمها كان جميل، بعملها زي بتاعت امهاتنا بالظبط، حاجه كده تحفه. هنزل لكم طريقتها على القناه. دمتم في حفظ الله.